السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهارده هيكون مختلف تماما. النهارده معانا سلسله جديده اسمها احسن برجر في مصر. تعالوا كده بقى نشوف النهارده هيكون معانا ايه. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي خلاص الاكل خلاص جهز تقريبا. الاكل ده اتحضر في حوالي 20 دقيقه. طبعا الوقت بالنسبه ل 20 دقيقه حاجه كويسه جدا. تعالوا بقى كده نشوف ايه الحاجات اللي موجوده معانا. الفكره برضو هنا بتاعت الجلافزات دي ممكن يكون مش اول حد يعملها، بس هي مناسبه جدا بالذات في الوقت اللي موجود دلوقتي، يعني الوقت بتاع كورونا والكلام ده كله، ان انت تخش على مطعم ويديك جلافزات عشان تاكل منها او تاكل بيها اقصد. دي برضو فكره كويسه جدا. يلا 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 بينا كده على السريع. الواحد متحمس جدا بصراحة للتجربة دي. عايزين نعرف بقى ايه الحاجات اللي موجودة معانا. تمام. شوف هنا اول سندوتش معانا هيكون تشيلي تشيكن. تشيلي تشيكن زي ما انتم شايفين كده، هو عبارة عن شريحة جبنة موجودة، وكمان في هنا شكله كده مشطشط. طيب تعالوا كده بقى نشوف الدنيا ايه. شريحة الجبنة وكمان في قطع من الفراخ. من المفترض ان السندوتش ده وزنه 150 جرام. تعالوا كده بقى نقول بسم الله. مش عارف الواحد يعني هيملكه ازاي، منين ولا منين. ماشي نقول بسم الله. زي ما قلت لكم هو فعلا حراق، وانا طبعا ما بحبش الشطه طبعا، ولكن انت لو بتحب الشطه اعتقد ان السندوتش ده هيعجبك جدا جدا. العيش كمان طري طازه مش مفرول، وكذلك برضو قطع الفراخ مش خالص فيها ريحه اي زفاره. والصوص اللي محطوط ده برضو مدي طعم جميل جدا، مع اني ما بحبش الشطه، بس حاسس ان يعني الصوص ده مدي حلاوه كده للساندوتش. طبعا ده البصل. جميل. طبعا يعني لو بتحب اللغوصه اعتقد ان الجو ده هيعجبك جدا. طيب تقييم السندوتش ده ممكن ياخد 8 من 10. 8 من 10 للتشيلي تشيكن. تعالوا كده بقى نشوف ايه السندوتش اللي بعد كده. باربيكيو. تعالوا كده نشوف السندوتش ده. خلونا بس ده نودي ده هناك. زي ما انتم شايفين ده المفروض ان هو شكل الساندوتش من جوه. باربيكيو بيف، قطعة الجبنه، وكمان في هنا الصوص اللي موجود، وفي مشروم وفي بصل وفي طماطم وكمان في خس. يلا بينا بقى كده نشوف الساندوتش ده ايه ظروفه. بس بصراحه يعني الصوص اللي موجود، صوص الباربيكيو ده مديله شكل رهيب. ريحه الشوي بتاع اللحمه او البيف نفسه موجود رهيب جدا. رهيب جدا. التوليفه بتاعت السندوتش نفسها تحس ان هي راكبه على بعض.
والصوص كمان اللي موجود هنا مديله طعم وريحه جميله جدا، واللحمه نفسها برضه ما فيهاش زفاره ومستويه كويس، تحس انها بتدوب معاك. مع قطعه الجبنه بقى، السندوتش ده فعلا ملوش حل. وعايز اقول لكم ان اللغوصه، حاسس ان انا اتظبطت لغوصه، يعني مش عارف انا همسح ايه ولا ايه. تعالوا بقى نشوف السندوتش اللي جاي بعد كده، نكون مسحنا اللغوصه دي. ده كده المفروض ان هو هيكون تالت سندوتش معانا، وهو تشيلي برجر. قطعة الجبنة اللي موجودة بصراحة جميلة جدا، ودي قطعة البيف، وبعد كده في طماطم هنا، وفي كمان خيار مخلل، وربنا يستر من الفلفل اللي انتوا شايفينه جوه ده، وبعد كده في طماطم تاني. يلا بينا كده بقى نشوف الدنيا ايه. تحس ان السندوتش نفسه بيتكلم. الجبنه اللي موجوده مع البيف كمان مستوي كويس جدا، تحس ان الاتنين كده متجانسين ودايبين في بعض جدا جدا. اما بقى موضوع اللغوصه ده بصراحه مش عارف اقول لكم ايه، يعني الاكل ده محتاج لغوصه، لو ما بتحبش اللغوصه مش هتعرف تاكل الاكل ده. السندوتش ده رهيب جدا، يعني مش عارف، انا حسيت ان السندوتش ده عباره عن حاجه كده ملزلزه في بعض، ميكس غريب شويه. نسيت اقول لكم على الصوصات اللي موجوده مع التشيلي هنا. التشيلي بيف معاه صوص، وكمان الباربيكيو معاه صوص من بره، يعني ده المفروض ان الصوص اللي جاي مع التشيلي تشيكن، وده الصوص اللي جاي مع الباربيكيو. طبعا ده انت عشان لو عايز تحط صوص بس، يعني انا شايف بصراحه ان الدنيا كلها اصلا غرقانه في بعض. تعالوا كده نشوف اخر سندوتش معانا، وهو الكريسبي تشيكن. زي ما انتم شايفين السندوتش ده معانا محتوياته تعتبر كلاسيكيه جدا او بسيط جدا، 3 قطع فراخ، ومعانا هنا شريحه جبنه، وكمان في هنا الخيار والطماطم، وكمان في بصل. رهيب. يلا بينا نشوف السندوتش ده. برضه مفيش ريحه زفاره خالص موجوده. بالمناسبه السندوتشات دي كلها المفروض ان هي وزنها 150 جرام، مش فاكر اذا كنت قلت لكم ولا لا. جميل. السندوتش ده تمام. لحد هنا الفيديو بتاعنا بيكون خلص. بالنسبه بقى لتقييمي للمطعم او للاكل اللي كان موجود قدامي ده، تقييمي هيكون 9 من 10. 9 من 10 على اساس كميه الاكل مقارنه بالسعر، وكمان طعم الاكل، الديزاين نفسه، فكره الجلافزات اللي هي المفروض تكون حاجه ضروريه دلوقتي في اي مطعم علشان موضوع الكورونا والكلام ده كله. دي حاجه. الحاجه الثانيه دلوقتي كمان في خصم 25% موجود في المطعم الى ما لا نهايه، يعني مش محدد بيوم او باسبوع او بشهر، بتاخد عليه 25%. وكمان في 2 بطاطس، وكمان معانا هنا 1 لتر كولا. اظن كل ده هيكون مرضي جدا. تقدر تختار من اكتر من سندوتش موجود في المنيو بتاعهم. وبس لحد هنا الفيديو بتاعنا بيكون خلص. كنت بتشوفنا مره اشترك وفعل زر الجرس، وريت تكتب لي تحت تقول لي حابب كمان تشوف ايه في السلسله دي اللي هي سلسله احسن برجر في مصر، وريت تابعونا على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك وتويتر. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.